السلام عليكم يا جماعة، ازيكم؟ قصة النهاردة مختلفة عن أي قصة حكيناها قبل كده. قصة النهاردة عن واحد من متابعينا بعتلي قصته وأقسم لي إن كل كلمة فيها حصلت بالفعل، ووراني دلائل وصور، وأنا صدقته وهروي القصة اللي هو حكاها لي بكل التفاصيل اللي قالها بدون نقصان حرف أو زيادة حرف. فاستعدوا معايا، طفوا النور والبس السماعات في ودنك ويلا بينا نبدأ. صاحب القصة هو شاب اسمه رامي، عنده 30 سنة، عايش في بيت عيلة مكون من 3 أدوار. الدور الأول عمته ساكنة فيه، عندها ولدين وبنت، والتلاتة كبار متجوزين وهي تقريبا سنها حوالي 60. الدور التاني بيت عمه وهو متوفي، واللي ساكن فيه مرات عمه وابنها كريم عنده 21 سنة لسه بيدرس في الكلية، وأخته تقى عندها 27 سنة وبتشتغل مدرسة. أما بالنسبة لرامي فهو في الدور الثالث والأخير، وساكن مع والده ووالدته وبيشتغل محاسب. بيتهم كان بيت طبيعي جدا، أسرة بتحب بعض، بينزلوا يزوروا بعض كل فترة، يتجمعوا ياكلوا مع بعض وكده. في يوم من الأيام الصبح بدري كان نزل رامي رايح شغله الساعة حوالي 7:30، وفي نفس الوقت كانت نازلة تقى واتقابلوا على السلم. قال لها صباح الخير، قالت له صباح النور. ازيك يا رامي؟ ازيك يا تقى؟ الحمد لله. كل واحد فيهم نازلين رايحين شغلهم عادي جدا. نازلين معديين من قدام بيت عمتهم راوية، لقوها بتنده عليهم من جوه، قالت يا رامي، رامي. فوقف كده، ايوه يا عمته، عايزه حاجه؟ عايز انا اجيب لك حاجه قبل ما اروح الشغل؟ سكتت. هو سكت هو كمان. بعد كده قالت له لا يا حبيبي شكرا، انا بطمن عليك. نزل هو وتقى وعدوا الدور بتاعها، بس وهم تحت باب عمته راوية اتفتح وقالت لهم خدوا بالكم من نفسكم يا حبايبي. قالوا لها عايزة حاجة يا عمته؟ قالت لهم لا شكرا، ودخلت وقفلت الباب وسمعوا صوت قفل الباب، وكل واحد راح على شغله واليوم عدى طبيعي جدا، مفيش أي حاجة. رامي رجع من شغل عادي، كانت الساعة 6. رجع اتغدى وقعد مع أهله شوية، وكان بيقلب في موبايله كده لحد ما جات له رسالة على الواتساب من عمته تسأله على حاجة على الموبايل مش عارفة تعملها لأن هي ما كانتش بتفهم في الموبايلات أوي. فقال لها طيب حاضر، أنا هنزل لك دلوقتي وأشوف أنت عايزة إيه وأعمله لك. ردت عليه رد، قالت له لا يا حبيبي أنا مش في البيت، أنا عند بنتي سلمى بقالي 4 أيام وراجعة لسه الخميس الجاي. فقال لها أنت لسه رايحة النهاردة يعني؟ قالت له رايحة النهاردة؟ أنا بقولك بقالي عندها 4 أيام. هو طبعا 100% بتهزر. قال لها ازاي يعني؟ طب والنهاردة الصبح لما كنت بتسلمي علينا؟ قالت له بسلم على مين؟ قال لها بتسلمي عليا انا وتقى واحنا خارجين الصبح. قالت له انت اللي بتهزر صح؟ قال لها انا وتقى واحنا نازلين النهارده رايحين الشغل، انت ندهت علينا وفتحت الباب وسلمت علينا وقفلت الباب تاني. هي ما كانتش عارفه هو بيتكلم جد ولا بيهزر. في كل الاحوال قالت له طيب انا جايه بكره وهشوف اللي بيحصل. وفعلا تاني يوم كانت على العصر كده رجعت البيت، لقيت البيت زي ما هو بس كان في حاجات متغيره فيه. يعني كوبايه متغيره من مكانها، طبق مش في مكانه، فرشه متنعكشه. هي شكت بس برضه مش دي الحاجة اللي تخوفها، يعني قالت ممكن ده حرامي أو حد دخل الشقة، بس ازاي؟ قعدت مع تقى ورامي سألتهم ايه اللي حصل بالظبط وحكوا لها. لحد آخر لحظة هي كانت متأكدة يقينا إن ده هزار وإن هما بيحاولوا يخوفوها. عمالة تقول له يا واد يا رامي بلاش الحركات دي، انت عارف إن أنا بخاف وقاعدة لوحدي. يقول لها والله ما بخوفك، والله ما بكذب، كل اللي حصل ده حصل بالحرف. اسألي تقى. وتقى تأكد كلامه. أول يوم نامت عادي في الشقة وما حصلش أي حاجة وكان يوم طبيعي، وتاني يوم بدأ عادي ولحد وقت العشاء يا دوبك صلت العشاء ودخلت تتفرج على التلفزيون شوية. وهي قاعدة بتتفرج على التلفزيون سمعت صوت في المطبخ كده، فقامت تشوف ايه الصوت ده وبالمرة تشرب وتاكل حاجة خفيفة قبل ما تنام. لقت برضو نفس الكلام، كوباية متغيرة من مكانها. خدتها غسلتها وشربت مية ورجعتها مكانها تاني، والمرة دي ركزت كويس قوي إن هي حطت الكوباية في مكانها وبدأت تجيب أكل خفيف من التلاجة وتاكله. أثناء وهي بتحضر الأكل سمعت صوت ضحك في الصالة، ضحك أكتر من شخص. خرجت جري تبص، ملقتش أي حاجة. قالت يمكن ده صوت الجيران، وهي متأكدة من جواها إن ده مش من الجيران. هديت شوية كده، كلت، طفت التلفزيون ودخلت تنام. رامي بيقسم إن هي قالت له وهي داخلة الأوضة لمحت خيال معدي قدامها، وهي كل ده
بتحاول تكدب نفسها عشان تعرف تنام. وفعلا دخلت نامت، ما حصلش حاجة. بس تاني يوم كلمت رامي، خلته ينزل عندها وحكت له اللي حصل. حاول يربط الأحداث ببعض، بس هو ما كانش عايز يخوفها لأنه عارف إن هي قاعدة لوحدها وست كبيرة، وكان خايف عليها. حاول يطمنها، يقول لها ممكن ما تكونيش نايمة كويس، تكوني بيتهيألك كلامنا اللي قلناه لك ده أثر عليكي، وحاول يهديها. هي هديت شوية، بس من جواها كانت فعلا قلقانة ومتوترة. لحد اليوم ده بالليل، وهنا بقى بدأت أغرب حاجة تحصل. كانت داخلة تنام، وأول ما دخلت الأوضة فتحت النور، لقت نفسها قاعدة على السرير. هي بالظبط قاعدة ومنزلة رجلها على السرير وبصلها وبتضحك، كأنها بصة لنفسها في المراية. صرخت من الرعب صرخة خلت رامي وطاقة ينزلوا جري عليها. في ايه يا عمته، في ايه؟ حكت لهم اللي حصل. وهنا بدأوا يقلقوا أكتر، لأن هي بتقول إن هي شافت نفسها قاعدة على السرير، وهم قبل كده سمعوها وهي بتكلمهم وبتسلم عليهم. يعني الموضوع مش تهيؤات أبدا. من الليلة دي رامي قرر ياخد عمته تطلع تبات معاهم وما تقعدش في الشقة لوحدها. هي كانت رافضة في البداية، بس هو أصر لأنه خاف عليها. وفعلا طلعت فوق الشقة وباتت معاهم، بس هي ما رضيتش تبيت أكتر من ليلة واحدة. كانت عايزة ترجع بيتها تاني، كانت حاسة إن هي مش مرتاحة. وفعلا تاني يوم رجعت بيتها، بس المرة دي شافت اللي محدش يقدر يصدقه. في اليوم ده لما نزلت لقت الشقة كأن كان حد قاعد فيها، كأن حد حرفيا ساكن في الشقة دي معاها. كل حاجة متغير مكانها، ملاية السرير مش مترتبة، الهدوم مش في مكانها، اطباق وكوبايات مستعملة ومتغير مكانها رغم ان هي ما استخدمتهمش قبل ما تمشي. بعدها راوية قررت ان هي تواجه كل ده وتجمع كل قوتها وتدخل تقعد في الشقة لوحدها عادي جدا كأن مفيش اي حاجة حصلت. وفعلا شغلت قرآن وبقت تقرأ قرآن باستمرار، والدنيا هديت خالص وبقت قاعدة في الشقة لوحدها. يوم التاني التالت عدى مفيش أي حاجة، وهي من جوها هديت وبقت حاسة إن كل حاجة طبيعية. لحد ما في يوم من الأيام وهي في الحمام كانت بتتوضى، سمعت خبطة على باب الحمام، خبطة فظيعة. اتفزعت وخرجت من الحمام بسرعة، بصت ملقتش أي حاجة. قالت بينها وبين نفسها هو الكلام ده هيرجع تاني ولا ايه؟ لا لا لا، أكيد مفيش حاجة، أكيد أكيد. قالت ترجع الحمام تكمل وضوء. داخلة تاني الحمام، وأول ما دخلت بصت في المراية لقت نفسها بس غير شكلها تماما. كانت العيون فاضية ووش كده لونه أبيض، بس هي بتضحك ضحكة شريرة، ضحكة مخيفة مرعبة. صرخت صرخة هزت البيت كله. رامي رجع تاني ونزل لها جري، هو وتقى وكريم وكلهم نزلوا. في ايه يا عمته، في ايه يا عمته؟ حكت لهم على اللي شافته. ساعتها رامي قرر يلجأ لواحد صاحبه بيفهم في الكلام ده. حكى لصاحبه كل حاجة بالتفصيل. صاحبه قال له لازم نجيب شيخ، وفعلا راحوا جيبوا شيخ قرأوا على الشقة كلها. وبالفعل الشيخ جه وبدأ يقرأ قرآن في الشقة في أنحاء مختلفة منها، وفي كل حبة يقرأ فيها قرآن كان جزء غريب من الشقة بيتحرك بيتهز، أصوات غريبة بتطلع، وكل مرة دي كان كلهم شايفينها. الشيخ خلص قراءة وقال لهم أنا عملت اللي عليا، الشقة دي لو ظهر فيها حاجة تاني ما تقعديش فيها تاني يا حاج راوية. والشيخ سابهم ومشي، وكل واحد طلع شقته. وفي الليلة دي كانت أسوأ ليلة عدت على راوية. فضلت تقرأ قرآن كتير لحد ما راحت في النوم. لحد بعد نص ليلة على الساعة 2 تقريبا وهي بتتقلب في السرير، ايديها جت على جسم نايم جنبيها. فتحت عينها بسرعة، لقت ان هي برضو نفسها نايمة جنبيها. اتخضت وقامت مفزوعة وجريت انت مين؟ بصت لها وضحكت بس ما ردتش، وقامت من على السرير وبتقرب منها. جريت من الأوضة للصالة بسرعة عشان تخرج، بس أول ما خرجت للصالة لقيتها واقفة مستنياها، بتبص لها كده منزلة راسها لتحت وبتقرب منها. في اللحظة دي راوية أغمى عليها وفاقت، لقت رامي وكريم وتقى وعماد أخوها كلهم حواليها. ومن اللحظة دي راوية حلفت إن هي ما تقعد في الشقة دي يوم واحد، والشقة دي لحد دلوقتي مقفولة، لا رضيت تبيعها ولا تأجرها. فضلت قاعدة فترة عند بنتها، بعد كده أجرت شقة وقعدت لوحدها. أنا حكيت لك القصة زي ما اتقالت لي بالحرف، لا زودت ولا نقصت. تفتكر ده فعلا ممكن يحصل؟ وانتم لو حصل لكم حاجة غريبة زي دي ابعتولي فورا، لأنها ممكن تكون موضوع القصة الجاية. متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة عشان قصص حقيقية كتير زي دي. سلام.